السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا معاكم من قناة بيتي مملكتي. اللي اول مرة يشوف قناتي يا ريت تشترك في القناة ويفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو لايك وشير لكل اصحابك عشان نقدر كلنا نستفيد. انتوا طبعا عارفين ان انا القناة بتاعتي عاملاها عشان خاطر انا اي حاجة بعملها في بيتي من اسمها بيتي مملكتي. اي حاجة بعملها في بيتي بفيد بيها نفسي، بحب افيدكم بيها واساعدكم بيها ان انتوا كمان تعملوها وتطلع معاكم في منتهى الجمال، تقدروا تفيدوا بيها نفسكم. خلاص تمام. انا النهارده عملت تجربه لذيذه قوي وحلوه وعجبتني. انا مش اول مره اعملها، انا بعملها على طول ودايما في بدايه كل صيف. تغيير تغيير النفسيه، تغيير جو. يعني تغيير شويه عشان خاطر يعني ايه. معلش انا بحرك الموبايل ياما عشان احاول اظبط الصوره. تغيير نفسيه، تغيير جو. يعني بتجدد من روتين بيتك عشان خاطر تحس ان انت بتعملي حاجات جديده كل مدى بتعمليها. تعملي حاجه جديده تغيري من نفسيتك. لو انت متضايقه ممكن تعمليها، حاجه مش هتكلفك. يعني انا ممكن نقول من 30 ل 35 جنيه هتعملي اللي انت عاوزاه. الناس اللي بتعشق صبغه الشعر، خلاص تمام. انا عملت التجربه دي مره واتنين وتلاته وطالعه بقول لكم عن تجربه. يعني انا مش طالعه بقول كلام وخلاص، او انا مش طالعه بقول لك اي كلام. ممكن يكون باين من الفيديو ان انا عامله التجربه على نفسي قبل ما اجربها عليكم، او قبل ما اقولها لكم، بحيث ان الناس اللي هتجربها تكون حاجه عن مصداقيه. خلاص. نوع الصبغه اللي انا مستخدماها صبغه مائيه، ملهاش اي اضرار على الشعر. خلاص تمام. بس قبل ما تستخدم الصبغه دي، لو في ناس حابه ان هي تستخدمها على شعر طبيعي من غير ما تفتحه، خلاص تمام، هتديكي ضي لون مش هتديكي لون. خلاص عشان نكونوا عارفين انا بتكلم عن الصبغه الكريزي. خلاص الصبغه الكريزي دي صبغه مائيه، ما لهاش اي اضرار خالص على الشعر. خلاص تمام. حلوه جدا، بتدي لون. انا بحب استخدم اللون الاحمر النبيتي اهو، مش عارفه إيه اسمه باين بالنسبه لكم ولا لا. خلاص. وبحب استخدم الموف. الدرجتين دولت من الدرجات المفضله عندي. العبوتين دولت بقالهم تقريبا اكتر من سنه عندي. انا بحب التجديد وبحب الجنان وبحب ان انا اغير من نفسي طول ما انا بعمل في بيتي ولولادي ولجوزي فقط، ما بعملش لاي حد بره كده ولا كده. انا محجبه، شعري مش بيبان. خلاص تمام. بس انا بعمل لنفسي ولبيتي، بجدد من آه روتين حياتي. الحياه ممله ومحتاجه ان احنا نجدد من الروتين. خلاص. فانت بتجددي من الروتين في ايه؟ في ان انت بتعملي تغيري من لون شعرك، تعملي حاجه جديده في البيت، تغيري من ستايل البيت، تعملي اي حاجه. وانا كل حاجه هعملها في البيت تفيدكم هنزلها لكم فيديو بحيث ان انتوا كمان تستفيدوا معايا. خلاص تمام. زي ما قلت لكم انا قناتي اسمها بيتي مملكتي. يعني اي حاجه انا بعملها في البيت اسكاليه او لولادي او في حياتي، او اي حاجه انا بعملها لكم وبشارككم معايا عشان خاطر كلكم تبقوا ايه معايا يعني ايه في الحياه اللي احنا عاملينها، واقدر اساعدكم كمان في ان انتوا تجددوا من روتين حياتكم. زي ما قلت لكم الصبغه الكريزي ملهاش اي اضرار على الشعر، ملهاش اي اضرار على الشعر. دي اسمها كريزي كولر. خلاص تمام. الكريزي كولر دي مش غاليه خالص. انا اخر مره كنت شاريها كانت ب 15 جنيه. عبوه كبيره مش صغيره، بتستخدم مره واتنين وتلاته، ولو شعرك خفيف ممكن تستخدم 4. خلاص. هتستخدميها هي 120 ملي اهوت، فهي هتستخدم معاكم وقت طويل جدا. خلاص تمام. هتقدروا تستخدموها كذا مره، مش من مره واحده تستخدميها. ولو انت شعرك تقيل قوي او عايزه تعملي لون قوي جدا ممكن تستخدميها على مرتين، هتكفيكي يعني. انا بحب اشتري دايما العبوتين دولت، بخليهم عندي في الدولاب بتاع الحمام. كل ما ازهق من لون شعري اغيره شويه نبيتي شويه موف. ولما بحب، هي عموما بتقعد ما بتثبت يعني في الشعر وقت طويل، ولما الشعر بيرجع لورا برجع اصبغه تاني واعمله تاني. هقول لكم ايه هو التكنيك ان انا اوصل شعري للون النبيتي اللي هو القاتم، يعني اللون النبيتي الحلو، او مثلا لو لون نبيتي فاتح شويه، او عموما اللون المجانين. ان انا كل اللي يشوفني وانا عاملاه بيقول عليا ان انا مجنونه في اللون دوت، اللون الموف. خلاص. او ساعات بعمل ميكس بين الاتنين وبعمله موف على نبيتي، بخلط لونين مع بعض وهتحطهم على شعري. خلاص. على فكره انا لسه عاملاها النهارده عشان كده اللون باين على ايدي. خلاص تمام. مكان ما انا بغسل الشعر اللون باهت على ايدي، بس ملهاش اي اضرار. يعني عموما ملهاش اي اضرار على الجلد، ولا بتنشف الجلد ولا بتعمل اي حاجه.
باعمل ميكس بين اللونين، بين اللون الأحمر واللون الموف، باعمل بينهم ميكس. خلاص تمام. الميكس دوّة بيخلّيني أقدر إن أنا أطلّع لون موف محمر كده، أو حسب ما باحط الميكس درجة النبيتي ودرجة الموف، حسب الدرجة اللي أنا باقدر أحطها بتطلع الدرجة معايا. خلاص، يعني باعمل ميكس عايزاه موف أكتر فبازوّد الموف، عايزاه موف محمر أكتر فبازوّد درجة النبيتي. خلاص، عمومًا الموف مزرق، وأنتِ بتلعبي في الدرجة بإن أنتِ بتزوّدي له أحمر. يعني أنا ممكن أبقى عاملة نبيتي كده مثلًا فترة وأزهق منه، فاروح جاية مغيّراه. خلاص تمام. واروح حاطه عليه موف على نفس الدرجه ديت فتديني موف محمر. ممكن اعمل ميكس بين اللونين واحطهم، هتديني برضو درجه حلوه جدا. خلاص تمام. ايه التكنيك اللي انا بعمله عشان شعري يطلع اللون دوت او اعمل الالوان ديت؟ عموما هي في منها درجات كتير، في احمر ناري، في احمر فوشيا، في اخضر، في ازرق للناس اللي بتحب الالوان، او البنات اللي بيحبوا يعملوا شعرهم خصل ملونه. في اخضر، في فوشيا، في بني، في اسود. في منها درجات الوان كتير. الناس اللي ما بتحبش الوان ممكن تستخدم البني والاسود، ودول حلوين جدا. الناس اللي شعرها ابيض بتستخدمي البني والاسود، هيديكي درجه من غير تفتيح ومن غير اي حاجه. خلاص، انا عشان اديكي درجه لون صريح، اول حاجه لازم استخدمها بستخدم بودره تفتيح. خلاص تمام. واكسجين. بودره التفتيح والاكسجين في انواع كتير قوي، في زي رويال، في لون نوع جديد اسمه روتانا طالع حلو جدا، انا استخدمته جميل جدا جدا. في كمان كذا نوع من بودرة التفتيح بتشتريها من عند بتاع مستحضرات التجميل او من الصيدليه. خلاص، بستخدم عموما العبوه بتاعت رويال او عبوه روتانا. دي عبوه عامله 15 جنيه او 20 جنيه حسب تفاوت الاسعار بين مكان ومكان. خلاص تمام. بعمل ايه؟ بجيب كيس بودرة التفتيح اللي موجود في العبوة، وبحط عليه حبة يعني ازازة الاكسجين معاه. بيبقى عبارة عن كيس بودرة تفتيح وازازة اكسجين. باحط الاتنين على بعض. خلاص تمام. وباحط عليهم 3 معالق شامبو. ليه الشامبو؟ الشامبو عشان ما ينشفش الشعر. خلاص تمام. ما عندكيش شامبو اشتري باكيتين شامبو وحطيهم سباركل، سانسلك، اي نوع من انواع الشامبوهات، حطيه على الصبغه. اولا الشامبو لما بتحطيه على الصبغه بيعمل في الصبغه في البودره التفتيح والاكسجين بيعملها رغوه، فبالتالي بيخليها تتخلل كل جذور الشعر. خلاص تمام. وبتخلي الشعر كله اللون واحد فيه، وما بيطلعش درجات، وما بيطلعش حته افتح من حته وحته اغمق من حته. يبقى الشامبو ليه فوائد كتير جدا، ان هو بيخلي الصبغه كلها بتطلع لون واحد، الشعر كله بيطلع لون واحد. وكمان بيطري فروة الشعر، وبيطري الشعرايه، وما بتخليهاش تتلف من بودرة التفتيح. طبعا هي بتتلف، ونكونوا متفقين عشان خاطر ما نقولش كلام مش علمي. لا، هي بتتلف الشعرايه، بتتلف من بودرة التفتيح والاكسجين، لان الاكسجين بيتلفها. بس الشامبو بيقلل من التلف دوت شويه. خلاص تمام. بخلص بودرة التفتيح والاكسجين، بحطهم على شعري من 20 ل 25 دقيقة حسب درجة اللون اللي انا عاوزاها. كل ما درجة اللون هتبقى افتح، كل ما الكريزي هتديكي درجة افتح. خلاص تمام. عملت شعري بودرة تفتيح، خلصت بودرة التفتيح، غسلت شعري بالشامبو كويس جدا جدا. هقعد يومين اعمل شعري كل يوم حمام كريم. خلاص، وبلسم وادهنه واغذي الشعر واديله تغذيه. هعمل لكم الايام الجايه وصفات جميله جدا للشعر، انا بستخدمها لملك بنتي وبستخدمها كمان لنفسي. وصفات حلوه كلها طبيعيه وموجوده عندنا في البيت. هعملها لكم وانزلها لكم على القناه، بما ان الصيف جاي والبحر جاي، والبحر طبعا بيتلف الشعر وبيتلف الشعريه جدا. البحر والميه المالحه بتتلف الشعر مع الشمس. خلاص تمام. بتنشف الشعر على الاخر. فهعمل لكم وصفات هتطري الشعر وهتغذيه. خلاص تمام. وهتساعد على يعني نقلل او نحد من التلف بتاع الشعر. خلاص تمام. طبعا الشعر والبشرة بيتدمروا نهائي في الصيف وفي البحر مع المية المالحة مع الشمس، كل ده بيتدمر. هنعمل الايام الجاية وصفات تقدر تساعدنا على ان احنا نقلل من الموضوع ده. مش هننهيه بس هنقلله. خلاص تمام. قعدت يومين بعمل شعري كل يوم حمام كريم، بغسله كويس جدا بحمام الكريم. اي نعم ان الشعر لما بيكون تالف بيبقى عايز يقلل من الغسيل، بس انا بغسله عشان خاطر اطري الشعرايه. خلاص، هغسله يومين، يومين بس هغسله. هحط عليه حمام كريم. خلاص، وهحط عليه الزيت بتاعي. اطلع من الحمام احط عليه الزيت بتاعي، اغسله كويس بشامبو وبلسم وحمام كريم. اطري الشعريه بتاعتي كويس جدا. خلاص طريت الشعريه بتاعتي، هبتدي اوزع صبغه كريزي. بجيب العبوه دي، هي العبوه دي اساسا لما بتتفتح بصوا اهي فيها زي خرم كده، بتنزلي منه. طبعا تبقي لابسه جوانتي لان هي بتصبغ الايد، يعني انا كده ومكان غسيل. بس لو بتصبغي بايدك ان شاء الله ايدك هتبقى حمرا خالص.
بتبقي لابسه جوانتي طبعا عشان خاطر ما تعملش لون على ايديكي، وبتبتدي توزعي اللون على الشعر، بتسيبيه من 5 ل6 ساعات، ملهاش اي ضرر على الشعر، بتطري الشعرايه جدا. هي صبغه مائيه ما فيهاش اكسجين، ما فيهاش اي حاجه تتلف الشعر نهائي. دي صبغه مائيه بتسيبيها من 4 ل5 ساعات 6 ساعات، ممكن تعمليها الصبح اول ما تصحي من النوم، وبالليل تستحمي عادي خالص وتسيبيها على شعرك، مش هتضر شعرك في اي شيء. والكلام ده عن تجربه، مره واثنين وثلاثه واربعه وعشرة وعشرين. وممكن تخشوا على النت وتشوفوا اضرار وفوائد هي ملهاش فوائد، هي مجرد ان هي تغيير بس نفسيه، وتغيير لون للشعر بس مش اكتر، عشان تغيري من نفسيتك ومن مودك وللبيت وللولاد. بتجددي من نفسك، بتجددي من حياتك، مش اكتر. لكن هي ملهاش اي اضرار، هي مجرد ان هو لون بيتحط على الشعر. مع الاستحمام بيبتدي يقل، في البدايه بيبقى اللون صريح قوي وبيبقى اللون ساق قوي. خلاص تمام. مع الاستحمام طبعا بتغسلي شعرك كل 4 ايام، ما بتغسليش شعرك كتير بالذات في الصيف، لان هو اصلا الحر بيسبب له جفاف. خلاص تمام. فما بيبقاش محتاج العرق اللي بيطلع من فروة الراس، ده بيسبب جفاف للفروة، فبالتالي بينشف الشعر. فانت بتغسليه كل 4 ايام بالشامبو بتاعك، وبتعمليه مرة بلسم ومرة لأ، بتستخدمي حمام كريم مرة ومرة، يعني مرة تعملي بلسم ومرة تعملي حمام كريم. دايما تهتمي على ان انت تعتني على تطرية الشعراية على قد ما تقدري. في انواع شامبوهات كتير حلوة جدا للشعر، حاولي ان انت تستخدمي نوع الشامبو المناسب لشعرك عشان خاطر ما تتلفوش. خلاص تمام. جربي كذا نوع، وفي انواع كتير. في نوع حلو قوي انا بحب استخدمه ليا والملك، بصراحه بعد ما جربته مرتاحه جدا جدا عليه. اللي عاوز يعرف اسمه يكتب لي في الكومنتات، وانا كمان هكتب له اسم الشامبو ده. كويس جدا، بيساعد جدا على ان الشعر يبقى طري وما بيتلفش الشعرايه، وبيخلي ريحه الشعر حلوه جدا. مهما بتقعدي 4 5 ايام ما تغسليش شعرك، ريحه الشعر بيبقى تحفه. خلاص تمام. حبيت اعمل لكم الفيديو ده يكون فيديو مفيد جدا ليكم، يعني تغيير، بتغيري من روتينك وروتين حياتك وروتين بيتك، وتغيري من نفسيتك. خلاص زي ما قلت لكم ليها الوان كتير جدا، ملهاش اي اضرار على الشعر. انت بس بتعملي بودره تفتيح، وقلت لكم ازاي بترطبي الشعر بعديها، بحيث ان انت تقللي التقصف وتقللي الهيشان بتاع الشعر بعد البودرة التفتيح وبعد الاكسجين. قلت لك ازاي بترطبي الشعرايه. خلاص تمام. وزي ما قلت لكم كريزي ملهاش اي ضرر على الشعر، من الصبغات الحلوه جدا. والناس اللي مش عايزه تعمل بودره تفتيح واكسجين بتستخدم الكريزي على الشعر على طول، وبتعمل ضي مش بتدي لون. يعني هي هتعمل لك ضي. لو انت شعرك بيستقبل الصبغات ممكن تديكي لون، بس لون خفيف او لون غامق قوي. لو شعرك ما بيستخدمش هتديكي بس ضي لون، مش هتبقى ليها اي لون صريح. خلاص يا رب اكون فدتكم بالفيديو دوت، وعملت على تحسين المود بتاعك، ويا رب اكون فدتك. اللي حابب ان انا اعمل له اي فيديو معين بيخص الشعر او بيخص البشره، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنسانيش في اللايك والشير وتفعيل الجرس على الكل اول عشان يوصلك مني كل جديد، وعشان كمان نقدر كلنا نستفيد. ويا ريت اللايك عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، عشان نقدر كلنا نستفيد. كان فيديو لذيذ، وكان فيديو حلو، وانا كنت طالعه عشان افيدكم مش اكتر، وعشان خاطر اعلم الناس اللي نفسها تعمل وتجدد في شعرها تعملها. ما تروحش طبعا دلوقتي الكوافيرات بياخدوا والبيوتي سنتر اللي طالعين دول بياخدوا اسعار وهميه في الالوان ديت، وبيستخدموا ماتيريال بتكون نفس الماتيريال اللي انت ممكن تستخدميها في البيت. زي ما قلت لك الموضوع مش صعب خالص، بتقدري توزعي على شعرك، بتقدري تعملي لنفسك، ومره على مره هتتعلمي. مره هتطلع حلوه، مره هتطلع وحشه، ومره هتطلع معاكي مظبوطه. فاتعلمي في نفسك وتعلمي في شعرك، تعلمي تعملي كل حاجه لنفسك، ما تروحيش بره دلوقتي. كل البيت محتاج لكل قرش انت ممكن تدفعيه بره. زي ما قلت لكم انا الموضوع معايا الكريزي عامله 15 او 20، والرويال والبودره التفتيح عامله برضو 15 او 20. يعني الموضوع كله هيكلف من 30 ل 40 جنيه. هتقدري تعملي شعرك اللون اللي انت عاوزاه. خلاص تمام. وهتبقي فدتي نفسك ووفرتي، عشان تروحي تعمليه في اي مكان بره هتدفعي مبلغ وقدره، وفي نفس الوقت هتديكي نفس النتيجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.